السلام عليكم. اهلا بكم في نفط 2024. انا رنا خالد. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن الفيزياء اللي بتمثل مشاكل كتير جدا لطلاب ثانويه عامه. هنتكلم النهارده عن ازاي كنت بذاكر فيزياء، ازاي قدرت احل اكبر كم من الاسئله، وازاي قدرت اجمع معلومات. اهم حاجه كملوا معايا الفيديو الاخر عشان تستفادوا. يلا بينا. اول نقطه اتكلم عنها: غير انطباعك تجاه الماده، واحذف اي افكار سلبيه في دماغك عن الفيزياء. افكار سلبيه زي ان الفيزياء ماده صعبه ما بتتحلش، مش بعرف اذاكرها، مهما بذاكرها مش بعرف احل، واي افكار سلبيه من دي. لانه لو اقنعت عقلك زي ما قلت قبل كده ان الفيزياء ماده صعبه وما بتتحلش واي حاجه وحشه مش هتعرف تحلها، ولو جيت تذاكرها مش هتجمع اي معلومات وافكار مطلوبه منك. نيجي بقى لازاي كنت بذاكر الفيزياء. انا كنت بروح الدرس بتاعي، سواء كنت انت تاخده سنتر او اونلاين، كنت بحط تركيز الكامل في ماده الفيزياء لان هي محتاجه فهم عالي وتركيز. فخلاص انا ركزت جدا، ولو كان في اي اسئله مش فاهماها او اي حاجه كنت بسال عليها المدرس. وما تتكسفوش، لو في حد عايز يسال اسال، ما تخافش. ابدا اذاكر ازاي؟ كنت بقرا كل كلمه وبفهم وبركز على الحاجات اللي بيوصلوا زي ما قلت عليها قبل كده، دي اللي بتيجي في الامتحان. كنت ببدا افهمها كويس جدا جدا. ونركز ان الفيزياء معظمها واكتريتها فهم، يعني الحفظ قليل. الحفظ مثلا يمكن يكون في القوانين وشويه حاجات نظري قليله جدا، فالفهم في الفيزياء بيبقى عالي قوي، فبيحتاج منك فهم عالي جدا عشان تعرف تحل الاسئله. وكنت بستخدم ساعات اليوتيوب، لو في اجزاء انا ما كنتش فاهماها كنت بستعين باليوتيوب فيها. ساعات كنت بسمع شرح كامل لو انا مش فاهماه، وساعات كنت بستعين لو في اجزاء صغيره كنت بستعين بمدرسين من اليوتيوب. بعد لما ذاكرنا نيجي بقى لطريقه الحل. نحل كام كتاب في الفيزياء؟ بالنسبه للفيزياء فهاتوا كتاب الامتحان ككتاب اساسي، انا كنت معتمده عليه. هو اسئلته قريبه من اسئله الامتحان اخر السنه، ومستواه كويس جدا، وفيه اسئله عاليه وكويس وافكار حلوه. فان مثلا لو استخدمتوا كتاب الامتحان فانتوا عايزين تجيبوا كتب تانية، انا كنت بستخدم كتاب نيوتن. كان كويس برضو، افكاره كانت مختلفه عن افكار كتاب الامتحان. يبقى انا كده جمعت كميه معلومات وافكار اكتر ومختلفه مش شبه بعضها. وقت الحل في مشكله بتواجه معظمكم: بنذاكر مش بنعرف نحل. ايه السبب فيها؟ المشكله هنا في طريقه مذاكرتكم. انتوا لما جيتوا تذاكروا ما ذاكرتوش كله نقطه كويس جدا جدا، وما فهمتوش المعلومات زي ما انا قلت قبل كده كنا بنذاكر ازاي. فلما بتيجي تحلوا طبيعي مش هنعرف نحل. طيب خلاص، احنا ذاكرنا كويس وفهمنا وحفظنا القوانين، كل حاجه تمام. طيب لما نيجي نحل برضه بنغلط. الفكره بقى انتوا هنا المشكله في السؤال ذات نفسه، انتوا ما فهمتوش السؤال طالب منكم ايه. لو ركزتوا في سؤال الفيزياء وركزتوا في المعطيات اللي مديها لكم وفهمتوا السؤال محتاج منكم ايه، عايز منكم كاجابه السؤال ايه، هتعرفوا تحلوا سؤال الفيزياء. سؤال الفيزياء اجابته في السؤال ذات نفسه. لو انتوا فهمتوا السؤال فاهم انه محتاج منكم ايه، هتعرفوا تحلوه على طول. نيجي لكشكولنا المشهور بتاع كل ماده. كشكول الماده بتاعنا اللي احنا متفقين عليه، اللي هو احنا وقت لما بنيجي نحل الاسئله بيواجهنا افكار صعبه، وهي اسئله ما بنعرفش نحلها، وافكار مهما عدينا عليها كتير بننساها بنضيفها في الكشكول بتاعنا ده. وفي اسئله كمان بتبقى من مستوانا كده نحس ان هي هتيجي في الامتحان بنضيفها في الكشكول بتاعنا ده. الكشكول ده زي ما قلت قبل كده بيبقى هديتك ليله الامتحان او قبل اي امتحان المدرس بتاعك بيبقى عاملهولك. لما بتراجعه كده بتراجع معلومات كتير ونقاط انت ضعيف فيها، فهتقدر تثبت معاك لعند لما توصل الامتحان فانت هتفتكرها في الامتحان. والكشكول ده من تجربتي انا شخصيا ومن تجربه ناس كتير جدا قبلي. نيجي للقوانين. فيزياء يعني قوانين، والقوانين موجودة في الفيزياء بكم هائل جدا، كتيرة يعني، فلازم تتحفظ. محدش يقول لي احنا مش هنحفظها لان هي مكتوبة في كتاب المفاهيم. هقول لكم ليه. في كتاب المفاهيم او في الكتاب ذات نفسه كاتب لك القانون المباشر، مثلا ايه؟ ان الفي بتساوي اي في ار. فلا، هو في الامتحان بقى ما بيسالكش على الفي بتساوي اي في ار، هو بيسالك على قوانين كده انت جايبها من قانون الفي اي في ار، ان انت مجمع قوانين المنهج كلها ومدخلهم في بعض، جايب قانون من قانون وقانون من قانون. فده اللي بيسالك عليه في الامتحان، ما بيسالكش على القانون المباشر. فقوانين الفيزياء لازم تحفظها، ولازم انت وقت مذاكرتك تبقى انت تطلع القوانين من بعضها لو كان المدرس بتاعك مش مطلعها، عشان تحفظها كويس جدا جدا. فالقوانين مهمه عشان هي دي اللي هتحل لك المسائل، والمسائل في الفيزياء كتير. الفيزياء يعني مسائل. كتيب المفاهيم في الفيزياء. بالنسبه لكتاب المفاهيم في الفيزياء فهل نعتمد عليه في الامتحان ولا لا؟ احب اقول لكم ان كتاب المفاهيم في الفيزياء مش هتستفادوا منه في الامتحان، حتى لو استفدتوا منه هتستفادوا بنسبه قليله جدا. كنت لسه بتكلم على القوانين. القوانين موجوده في كتاب المفاهيم، بس موجوده اللي هي المباشره، اللي هي ما بيسالش عليها في الامتحان، بيسال على اللي انت جايبه منها. فدي اول حاجه. تاني حاجه، في حاجات نظري موجوده في الفيزياء مش هتلاقيها موجوده في كتاب القوانين، زي مثلا في الفصل السابع تقريبا اللي هو عند الليزر، في كلام كتير جدا مش هتلاقوه مكتوب.
فانتوا هتحتاجوها. طيب المفاهيم بلاش تعتمدوا عليه في الفيزياء، لان انتوا مش هتحتاجوه، يعني انتوا تقريبا هتاخدوه كده تركنوه جنبكم، مش هتستخدموه خالص. كده انا احب اقول لكم ان انا وصلت لنهايه الفيديو. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس. لو حد عنده اسئله يكتبها في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.